مرحبا بكم مشاهدينا في قناة دقة المعلومة. عزيزي المشاهد، عليك مشاهدة هذا الفيديو للأخير لتتمكن من حل لغزه. حلقتنا اليوم: رئيس مجلس الأمة الجزائري قوجيل. مواقف الجزائر لن تتغير وستبقى ثابتة وفق ما حدد في أول نوفمبر 1954. ولكن قبل البدء في المشاهدة ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. أعرب رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل عن تطلعه للعودة الوشيكة والميمونة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لمواصلة بناء الجمهورية الجديدة واستكمال مهامه النبيلة والتاريخية. وفي كلمة ألقاها في ختام جلسة خصصت للمصادقة على نص قانون تسوية الميزانية للسنة المالية 2018، شدد قوجيل على ضرورة الوعي بتحديات ورهانات المرحلة القادمة ومن ثم الاستعداد لها لمواصلة البناء المؤسساتي للدولة أفقيا وعموديا. وتبع قائلا: أمامنا تحديات وصعوبات لابد علينا أن نتجاوزها، وهو ما يتطلب مجهودات وتضحيات والمزيد من الصبر. وذكر قوجيل بأن البلاد تتوجه في هذه المرحلة إلى تحضير الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، وهو ما يتطلب الفهم الجيد لأهمية هذه المحطة في مسار البلاد، والتي تستكمل من خلالها مسار بناء مؤسسات الدولة أفقيا وعموديا، وتعطي المفهوم الحقيقي للممارسة السياسية النزيهة والنظيفة وحمايتها من كل السلبيات التي عاشتها البلاد في الماضي. ومن بين هذه السلبيات ذكر رئيس مجلس الأمة بالنيابة المال الفاسد والاقتصاد الموازي الذي يعيش في النظام منذ سنوات، والذي لم يتم التحكم فيه عن بعد، والذي ستتم مواجهته. يضيف: من خلال القوانين التي ستصدر واختيار ممثلين فعليين للشعب يثق فيهم ويساهم في الرفع من مستوى وعيه السياسي. وأكد قوجيل على ضرورة ضمان المستقبل للأجيال القادمة من خلال تعميم الثقافة السياسية حول نظام الحكم الذي يتغير من محطة إلى أخرى وفقا لرغبات الشعب، مؤكدا أن الدستور المصوت عليه يحمل كل الجوانب المستقبلية الهامة للشعب وكل الاحتمالات لضمان استقرار البلاد. من جهة أخرى ذكر قوجيل بالمبادئ الراسخة والثابتة للسياسة الخارجية الجزائرية القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، مع عدم السماح بأي تدخل في الشأن الداخلي الوطني. وأكد أن مواقف الجزائر نابعة عن قناعات وليست لها أي خلفية أو حسابات سياسية ضيقة، مبرزا أن مواقفها تجاه دول الخارج لن تتغير وستبقى ثابتة وفقا للمواقف المحددة في بيان أول نوفمبر 1954 سواء تقبلها العالم أم لا. كما تطرق قوجيل إلى المناورات التي تحوم حول ليبيا والتي تحتاط لها الجزائر كبلد مجاور وشقيق مخلص لضمان الاستقرار فيها، إلى جانب تأكيده على مواصلة دعم الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار في إفريقيا ومواجهة اللوبيات التي تحاول إضعاف موقف الجزائر في هذا الجانب. لا تنسى الصلاة على رسول الله في تعليق. شاركونا بآرائكم عن الموضوع أسفل الفيديو بالتعليقات. كانت هذه حلقتنا لليوم. وفي الأخير ضع تقييم للفيديو بلايك أو ديزلايك أيها البطل، فرأيك مهم جدا لنا. لا تمر بدون أن تضع بصمتك الرائعة. وصلوا على رسول الله. إلى حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم لمتابعة هذا الفيديو للأخير، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد من أعمالنا.